صاحبتي اليوم دوزت واحد ليكزام فيه 30 سؤال. اول مره في حياتي ندوز شي اكزام فيه 30 سؤال. تخيل معايا 30 سؤال ودوزها في ساعه، راه شي حاجه اللي شبه مستحيله. معايا غير الا بغيتي تقرا دوك الاسئله اللي هما 30 زائد الاجوبه ديالهم، راه ممكن ساعه وما تكفيكش. يعني خصك تقرا ماشي ديك القرايه ديال الزربه، خصك تقرا قرايه متانيه باش تفهم السؤال وباش تعرف الاجوبه من هذوك، اين جواب اللي صحيح من هذوك 4 الاجوبه. مي راه واخا تسمع 30 سؤال، يعني الا كنت انت ديجا بريباري ما عندك بناش تخاف. اين فوا كتقرا السؤال كتفهمو، كتشوف دوك 4 الاجوبه، كتكون اوتوماتيكمون راك عارفين واحد فيه، كتكوشي في البلاصه وكدوز للاخر، كتقرا كتشوف الاجوبه، كتكوشي عاوتاني الجواب حيت انت راه ديجا بريباري وكدوز للاخر، وهكذا. يعني كل سؤال تقريبا غياخذ منك 2 دقائق ولا دقيقه ونص، وغادي كتنتقل للاخر دغيا كتسالي الورقه كتعطيها ليه. واني واحد مثلا ما مراجعش ولا المراجعه ديالو غير شويه، راه ممكن هذيك الساعه كاع ما غادي تقدم. فيكم غيكون سمعني ملي قلت لكم في الفلوق اللي فيه راه الامتحان دوزتو على شكل كوسي، وفي هذا الفلوق عاوتاني قلت لكم راه دوزتو على شكل كوسي، وكطيح في بالك يقول لك كيفاش على شكل كوسي، شنو كيعني هذا كوسي ام هذا؟ خصوصا بالنسبه للناس اللي مازال مقبلين على البكالوريا ما غاديش يفهموا. كوسي ام هو راكورسي ديال كيسيون اشوا مولتيبل، بمعنى
اسئله باختيارات متعدده. كتكون واحد المجموعه من الاسئله كتطرح عليك في الامتحان، وكل سؤال كتحط قدامه 4 ديال الاختيارات. فهذوك 4 ديال الاختيارات ممكن تلقى واحد هو اللي صحيح، ممكن 2 اللي صحاح، ممكن 3 اللي صحاح، ممكن بربعاهم صحاح، وممكن حتى شي واحد ما يكون صحيح. يعني الاجابه ديالك خصها تكون صحيحه 100%. في حاله مثلا اختاريتي شي واحد فيهم قلتي راه هو اللي صحيح، هو كان الصائب هو ان الاختيار ما صحيح، راه ما غادي تاخذ حتى نقطه. الا مثلا كانوا 3 اللي صحاح وانت درتي مثلا غير 2 اللي صحاح، ما غادي تاخذ حتى نقطه. الا مثلا كانوا بربعاهم صحاح انت اختاريتي غير 3، ما غاديش تاخذ لا نوت. يعني خصك تجاوب عليهم بشكل صحيح 100%، ما تخطا حتى شي واحد. بالنسبه للاكزامان اللي دوزت اليوم واخا فيه 30 سؤال، لكن رغم ذلك ماشي في واحد شويه ديال السهوله مقارنه ب كيسيون اشوا مولتيبل. هذا كيتسمى كيسيون اشوا يونيك، بمعنى اسئله باختيار موحد. كتقرا السؤال كتلقى فيه 4 الاختيارات وغير واحد فيهم هو اللي صحيح. يعني ما غاديش تحير تقول لا ربما راه بربعاهم صحاح، لا ربما راه حتى شي واحد ما صحيح، لا ربما 2. يعني الاستاذ سهل عليك شويه، قال لك اودي شوف راه كل سؤال غير واحد في هذوك الاختيارات هو اللي صحيح. الا كنتي قاري وكنتي مبريباري مزيان ما غتخاف من والو، راه غادي تجاوب. يعني ما كنتيش بريباري مزيان راه ممكن تحير شويه وتبقى غير كتقمر تما. يعني ضروري خصني نركب 2 طوبيسات، وهادشي كيشكل صراحه مشكل كبير. ممكن تضمن الطوبيس الاول تلقاه والثاني ممكن ما تلقاهش. هادشي اللي طرا ليا نيت اليوم، داكشي علاش تاخرت على الامتحان. خديت الطوبيس الاول مشيت باغي ناخذ الطوبيس الثاني وتقريبا تعطل بشي ساعه ديال المكانه. صافي وانا شدت الطاكسي، ملي شديت الطاكسي وصلت تقريبا تعطلت واحد 5 دقائق. 40 دقيقه وانا كنتسنى في البلاكه والو ما جاش. صافي بقيت كنتسنى عمرت البلاكه بنادم. شفت حتى عييت ومشيت كملت في الطاكسي.
ومازال كون ماشي الطاكسي يعني راه كان ممكن تعطل اكثر، راه الطاكسي يعني غادي بالسرعه واختصر الطريق، تقريبا دار شي 12 دقيقه في الطريق. اما كون مشيت في الطوبيس راه كنت تقريبا غادي تعطل واحد نص ساعه على الامتحان.